السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ نتمنى تكون كاع اموركم بخير وعلى خير. وفي هذه الحلقة ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي حساس بزاف، واللي هو تقدر يكون اكبر عائق في بداية التطوير الذاتي، اللي هو كيفاش تبدا تبني راسك وانت ما عندك والو، ما عندك لا فلوس لا معارف لا فرص لا حتى شكون يشجعك. ولكن واخا كل شيء ضدك تقدر تبدا وتقدر تبني وتقدر توصل غير بشويه بشويه. اول حاجه خاصنا نفهموها، الحاله اللي انت فيها اليوم ماشي هي المصير ديالك. هذه الجمله اللي قلتها دابا تيخصكم انكم تامنوا بها، ماشي غير تسمعوها ولا غير تقراوها، امنوا بها. الحاله اللي انا فيها اليوم راه ماشي هي المصير ديالي، لا، الواقع اللي انا فيه دابا راه غير مؤقت، ولكن انا هو اللي نقدر نقرر واش غادي نبقى فيه او لا غادي نبدله. كاين فرق ما بين واحد كيشوف الحاله ديالو تيقول انا حيت مزير عمرني نوصل، معمرني ما نزيد لقدام، انا راه مزير ما عندي فلوس ما عندي ما ندير. وواحد اخر كيقول انا مزير دابا ولكن غنبدل هذا الوضع وغنبدل هذه الحاله طال الزمان ولا قصار. الفرق بيناتهم، الاول حكم على راسه، اما الثاني عطى لراسه فرصه باش يعيش. الناس بزاف كيظنوا ان الفلوس ولا العلاقات ولا النفوذ هي اللي كتبدا بها. غلط. راس المال الحقيقي ديالك ماشي هو الفلوس، اي الفلوس هو وسيله كتعاوننا، ولكن راس المال الحقيقي الاول اللي كتبدا به هو العقل ديالك والوقت ديالك والاراده ديالك. هاد الثلاثه اللي خدمتي عليهم مزيان كن على يقين تقدر تبني بهم احسن شخصيه وتبني بهم اي حاجه طاحت في بالك. العقل بدا تعلمه، بدا تطور، بدا تقرا، ما عندكش مع القرايه بدا تسمع دي بودكاست، بدا تسمع الكتب صوتيه. مادام كتصنت لي انا دوك عندك لا كونيكسيون باش انك تقدر تسمع بزاف ديال الكتب صوتيه، تابع قنوات مفيده، دير ابحاث. المهم انك تبدا خدم على العقل ديالك. ولو ما عندكش فلوس عندك لا كونيكسيون تقدر تقضي بها، ما عندكش كونيكسيون قرا، نمشي نسول. اما على الوقت خصك تعرف تنظم النهار ديالك، وحاول ما امكن انك تبعد على السوشيال ميديا. بركه ما تضيع في الوقت، انت طالع نازل بدون بلا فايده بدون استفاده. واخر حاجه عندك الاراده والعزيمه، خدم على النفس ديالك، خدم على الاستمراريه وضبط النفس ديالك، خدم على الالتزام. وخا ما تبانش لك النتائج دابا، كما قلنا في الحلقه الاولى، راه خطوه بخطوه، كيف كنقول حنا نقطه بنقطه كيحمل الواد. ماشي الواد غير كيجي وتيحمل، لا، كيبقى يجمع بشويه بشويه بنقطه بنقطه. وكذلك عندك التطوير الذاتي، خصك تبقى تخدم بخطوه بخطوه ولو تكون صغيره. راه ماشي عيب انك تبدا من الصفر، ماشي عيب تعلم شي حرفه جديده، ماشي عيب انك تقرر تبدا شي مهاره تعلمها او لا شي لغه او لا حتى دير شي خدمه بسيطه او لا حتى تبدا شي خدمه فابور او لا ستاج فابور. المهم هو انك تبدا وتبدا تقلب على التجربه. تجربه على تجربه هي اللي كتعطينا الخبره من بعد. تبع دي كور او لا دروس في يوتيوب تيكونوا فابور، تبع دروس كاينه في يوديمي هي اكاديمي، كاينين بزاف ديال الاكاديميات اللي كيطلقوا لك واحد مجموعه من الدروس اللي كتكون فابور. كل مهاره كتزيدها راك كتقرب خطوه جديده من بناء راسك، كتقرب خطوه جديده للاهداف ديالك والاحلام ديالك. تعلم كيفاش تهضر، تعلم كيفاش تسوق راسك، تعلم كيفاش تصور، كيفاش دير المونتاج، تعلم كيفاش نكتب سيفي، نتعلم كيفاش انايا ندخل لينكدين ونبدا نقلب، حيت لينكدين هو احسن موقع انك تبني فيه علاقات فابور، تبني فيه علاقات اللي كندويش على اي علاقه، انما العلاقات اللي بروفيسيونيل، علاقات العامه اللي كتنفعك في المجال المهني. وكن على يقين كل حاجه صغيره كتعلمها اليوم غدا غتولي هي السلاح ديالك في المستقبل ان شاء الله. وما تنساش تحدى هذاك الصوت اللي عندك الداخل ديال الشك والخوف اللي هو اول عدو ديالك. هذاك الصوت كيبقى يقول لك راك صافي، راك كبرتي على هادشي، او لا راك ما قاريتش، او لا راك بوحدك،
او لا راك تيقول لك راك فقير فين بغيتي تمشي، فين عمرك شي واحد فقير ولا لاباس عليه ما عندك ما دير. سكت هاد الصوت، سكتو بخطره، دير ليه مود افيون. بالعكس نواجهو ونقول قول مع راسي انا ماشي ضحيه، انا مشروع ناجح غير باقي ما كملش، ها هو في الطريق ديالو غادي. كل نهار كتحاول كل على يقين انك راك كتربح، كل لحظه كتقاوم فيها داك الكسل والياس راك كتربي شخصيه قويه. النجاح ماشي كيجي بين ليله وختار، بالعكس كدوز ليالي وايام وشهور وحتى سنين وما كيبان والو، ولكن فاش كيبان دفعه واحده، حتى كتخلي الناس فاش كتولي في واحد ليفل، واحد مستوى جديد عليهم، كتخلي الناس مبهورين حتى كيقولوا كي دار هذا حتى وصل. ولكن ماشي كاملين عارفين شحال ضحيتي في الاول. هاد الناس ما يهموكش، اللي تيهموك هما الناس اللي كانوا تيشجعوك وانت باقي ما عندك والو، وكانوا تايقين فيك وتيشجعوك وتايقين في القدرات ديالك. المهم ما نطولش عليكم في هاد الحلقه، نبغي كل واحد فيكم دابا يوقف الفيديو ويقول مع راسو انا غنبدا دابا، ماشي من هنا الساعه، ماشي من هنا الغدا، انا غنبدا دابا من هاد الدقيقه غادي نبدا نبني راسي. مادام كان عندك الوقت انك تفرج في هذا الفيديو كامل، عندك الوقت ديال واحد الدقيقه ولا 2 دقائق انك تهضر مع راسك وتقول هاد الجمله لراسك انا غنبدا دابا من هاد الدقيقه، غنبدا نبني راسي، ماشي غدا، ماشي منين نلقى الوقت، ماشي منين نلقى الفلوس، ماشي حتى نكون مستعد، ماشي حتى تكون الظروف مزيانه او لا مقاده، حيت عمرها ما غتقاد الا ما خديتيش انت المبادره باش انك تقادها بيديك. دابا سير قاد بلان للنهار ديالك، سير تعلم وقلب على شي مهاره اللي تعرفها انها تجيب لك فلوس من بعد، سير سول على شي خدمه، سير قلب على ستاج، خذ خطوه جديده ولو تكون صغيره اليوم. الا عجبك الفيديو ما تبخلوش انكم تبارطاجيوه مع خوتكم، مع اصحابكم، مع العائله ديالكم. كاينين بزاف ديال الناس اللي محتاجين غير يسمعوا هذا الكلام باش انهم يبداو. وكتب لي في كومونتير شنو هي اول خطوه غادي دير من بعد هذا الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه ماجيه، وديما قول راسك انا راني ماشي ضعيف، انا غير باقي ما اكتشفتش القوه الحقيقيه ديالي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.